بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة يا أبطال هنكمل باراجرافات الترم الثاني. Ancient Egyptian Homes، المنازل المصرية القديمة أو المنازل في مصر القديمة. كلمة ancient يعني قديم، Egyptian homes معناها المنازل المصرية. Ancient Egyptian homes معناها المنازل المصرية القديمة أو المنازل المصرية في مصر القديمة. In ancient Egypt، في مصر القديمة، many people، العديد من الناس أو الكثير من الناس، made their homes، بنوا منازلهم، بالقرب من the Nile، بالقرب من نهر النيل. full stop. They used، وقد استخدموا، the mud bricks، الطوب المصنوع من الطين اللي بيسموه ايه؟ الطوب اللبن. to build them، لبناء منازلهم. كلمة mud معناها طين، bricks معناها طوب، mud bricks معناها الطوب المصنوع من الطين أو الطوب اللبن. نقول تاني يا شباب. They used، وقد استخدموا، the mud bricks، الطوب المصنوع من الطين، to build them، لبناء منازلهم. full stop. Ancient Egyptian homes all، وجميع المنازل في مصر القديمة، had، كان لها، flat roofs، أسقف مسطحة أو مستوية. كلمة flat معناها مستوي، roofs معناها أسقف، flat roofs معناها أسقف مسطحة أو مستوية، يعني مفيش فيها اعوجاج. full stop. The mud bricks made، واستخدم القدماء المصريين الطوب المصنوع من الطين أو الطوب اللبن في بناء very strong walls، في بناء حوائط قوية جدا. full stop. Ancient Egyptian homes were، وقد كانت المنازل المصرية في العصر القديم nice، كانت لطيفة. full stop. I like the ancient Egyptian homes، وأنا أحب تصميمات المنازل المصرية القديمة. full stop. ودي يا أبطال ترجمة الباراجراف علشان تذاكروا براحتك، وإن شاء الله تجيب الدرجة النهائية وتكون السنة الجاية في الصف السادس الابتدائي. شكرا يا أبطال، وإلى اللقاء في الدرس القادم، مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.